السلام عليكم، اهلا بكم في قناة اكلة بسيطة. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة تاني ايام عيد الفطر المبارك. احنا قلنا ان شاء الله يعني هناكل سردين ورنجة وفسيخ وكده، والحاجات برضك اللي بتبقى جنبهم. انا يا جماعة هنا بخلي الرنجة، قطعت الراس وقطعت الزعانف وكده، وبفتحها من الظهر يا جماعة. وبمشي مع سلسلة الظهر كده، وباجي قطع سلسلة الظهر كده وانضفها كويس، واشيل منها البطن بقى والحاجات دي. بقسمها نصين عشان تبقى سهلة التنظيف عليا. بقسمها كده نصين، وبشيل الحتة اللي في البطن ديت ملهاش لازمة، بتبقى مرة وبحس انها زفرة وكده، فبشيلها كلها. وبطلع الشوكة يا جماعة اللي فيها كده بالسكينة كده بالراحة، وبشيل مكان المصارين والبطن وكده. واشيل بردك لو في اللي هو الشوك دوت بشيله. انا بقشرها كده من ورا، بشيل بالراحه كده من ورا، هتطلع معاكي بسرعه. بص، لو اتقطعت منك في النص كده مش مشكله، هي اتشالت كلها مني. واشيل الجناب وهنضفها حلو، بتبقى جميلة. يعني الرنجة ديت من الأكلات الجميلة، طعمها بيبقى حلو، خاصة لو انتي عملتيها بطريقة كويسة. هي لها كذا طريقة تتعمل بيها سلطة الرنجة، تتاكل كده مشوية كده. زمان كانت الوالدة بتعملها على النار كده، وبناكلها كده الله يرحمها، وبناكلها كده كان بيبقى طعمها حلو. فدلوقتي هنعملها بطريقة سلطة الرنجة. بردك النص التاني هنضفه، واشيل منه بردك حتة البطن الصغيرة ديت، واشيل منها الشوك. عشان تبقى سهلة كده في الاكل، ومفيش حاجة ما تضايقش الناس يعني هم بياكلوا. هشيل بردك القشرة اللي في الظهر ديت من ورا الجلدة ديت، وهنضفها كويس، واقطعها حتت، تبقى كده جاهزة ان هي تتاكل على طول. يعني هتشوفوني دلوقتي وانا بعملها، يعني طريقة بسيطة، اغلبنا تقريبا بنعملها بنفس الطريقة كده. احنا هعملها بطريقة سلطة الرنجة. هنا هنضف الفسيخ بردك، هشيل الزعانف بتاعته كده والجناب وكده والديل وكل حاجة هشيلها منها. الفسيخ يا جماعة ممكن احنا بناكله وحايد كده زي ما هو، نحط عليه ليمون. يعني بنفتحها وبناكله وحايد كده، نحط عليه ليمون وكده، وبناكله كده بس، ما نحطوش فيها حاجة. لازم اطريها كده يا جماعة قبل ما افتحها. في خرم يا جماعة ورا كده في راس في راس الفسيخة، بحط فيه انا المقص كده او السكينة، وبقطع من عنده. هي الراس دي ما بيبقاش لها لازمة، بس انا خليتها يعني احنا هنرميها، بس انا خليتها، معرفش، قلت شكلها تبقى رنجاية كلها، يعني الفسيخية كلها يعني. باجي من ورا بردك من سلسلة الظهر كده، وبقطعها، بمشي مع سلسلة الظهر يا جماعة عشان ما هقدرش فيها. بمشي مع سلسلة الظهر كده لحد الاخر، وبفتحها كده بالراحة، واشيل سلسلة الظهر، هتطلع معايا بسهولة، يعني مش هتطلع. بصوا يا جماعة باينة ازاي اهي. وهخلي لو في حتة مثلا شبكة كده، بخليها بالمقصة والسكينة اهي. بصوا سلسلة الظهر سهلة جدا ان انا اشيلها كده، اكسرها واجي شايلاها، ما فيهاش اي حاجة يعني، ولا صعوبة ولا اي حاجة. احسن ما اقعد انضف وهدر فيها وكده، لا كده سهل جدا. بصوا يا جماعة، سهلة جدا ان انت تعمليها كده، وتيجي تقطعاها وتطلعي بقى الحاجات اللي في بطنها، يعني المصارين بتاعتها وقلبها وكده اهي. كده دي طريقة سهلة جدا اهي. واشيل الحاجات دي كلها، وبالسكينة كده اعمل اكحتها كده بالسكينة، تطلع تبقى نظيفة وكويسة، او بمعلقة اهي يا جماعة. بصوا انا عملت بالمعلقة علشان السكينة ما تجرحهاش يعني. الفسيخ برضك احنا بناكله كده، لكن ليه طريقة تانية جميلة قوي. كنا بنقطع الفسيخ حتت اللحم بتاعته كده، ونحط معاه السردين، ونحط يا جماعة طماطم على بصل على طحينة، ونقلبهم كده مع بعض. وممكن لو حبة طماطم شوية صغيرين كده، ضربتهم في الخلاط، وحطيتهم على بعض كده في حلة، في طبق كبير،
وقلبتهم كده، كانت وحبه زيت وليمون، بتبقى في منتهى الجمال. بس احنا بنحب ناكلها وحايد كده قليل لما بنعملها في طبق كبير كده، ونقطعها حتت هي والسردين، ونحط عليها بصل وطماطم وطحينه، تبقى في منتهى الجمال والله، طعمها بيبقى جميل جدا. بس هم ولادي طلبوها كده، قطعت الفسيخايه وشلت منها اي حاجه، يا دوبك احنا هنعصر عليها الليمون ده بس كده يا جماعه. هناكلها كده، هنشيلها على طبق وهناكلها كده. ده السردين لو هو جاي لي متقشر، لو كان جاي لي مش متقشر كنت وريت لحضراتكم طريقه كويسه جدا لتقشير السردين. بس مره ان شاء الله هنجيب حبه سردين كده واوريكم ازاي يتقشر بطريقه من غير ما تهدري فيه ولا تقطعي فيه ولا تكحتيه بسكينه ولا اي حاجه، من الظهر كده بشيله بيبقى بسهوله جدا. هحط عليه بصل واحط عليه نطرة زيت شوية صغيرين، واحط عليه ليمون وخل، واحط عليه فلفل حامي. هو السردين يا جماعة بتاكل بفلفل حامي بيبقى جميل. اهو ده طبق السردين. انا عملت الرنجة وعملت السردين، لسه هكمل لكم الرنجة بقى. ده بصل وفلفل وطماطم. لو عندك فلفل الوان بردك حطي، بحط بعصر على البصل ليمون وبس، ما احطش الخل دلوقتي. وانا كده جهزت الحاجه دي بتاعت الرنجه، بصل شرايح او صغير وفلفل وطماطم. وهاخد الرنجه بقى في حبه زيت شويه صغيرين كده، وهحمر فيهم مش هحمر يعني هديها تقليبتين كده. اصلا الرنجه دي طيبه يا جماعه، يعني ما هياش يعني كان في ناس بتاكلها من غير حاجه خالص كده، ممكن تتاكل، تتقطع منها وتتاكل كده على طول. اهي ما لقيتش فيها الا البطروخين الصغننين المسنكحين دول. اهي يا جماعه بسم الله ما شاء الله، اقلبها تقليبتين اتنين بس، ما كترش عن كده. واحط معاها البصل تقليبه واحده كده، وبعدين احط الفلفل والطماطم وبس كده، واحط عليها حبه خل. انا حاطه طبعا على البصل، حاطه عليه بسم الله الرحمن الرحيم، حاطه على البصل ليمون اهوت. هجيب البصل واحطه على طول كده، الموضوع مش مستاهل حاجه. اهي بسم الله ما شاء الله جميله اهي. احط عليها توم، لو عندك فلفل الوان حطي، احط عليها البصل واحط الطماطم بس. لو عندك فلفل الوان بردك حته كده حطي، بتلون الطبق ويبقى شكله جميل. اهو بسم الله ما شاء الله جميله جدا اهي. احط عليها الطماطم بردك والفلفل، كان المفروض حطيت الفلفل قبل الطماطم بس انا افتكرت رجعت تاني حطيت الفلفل. تقليبه كمان كده وخلاص. اهوت بسم الله ما شاء الله، هناكل احلى طبق رنجة ان شاء الله. اهو ما فيهاش شوك، ما فيهاش اي حاجه، على الاكل كده على طول، ولا هيقابلك حاجه في بقك ولا حاجه. طريقه سهله وجميله ان انا اعمل بها الرنجة، وحطيت عليها الخل واحطهم في اطباق. عايزه تاكليهم في الصينيه في الطاسه كده زي ما هي عادي يعني، هنحطهم في اطباق وخلاص. وده اكيد جبت طعميه يا جماعه، وحضرت فول وبطاطس وخيار وطماطم، والاحمر ده جزر، الاحمر اللي جنب الطماطم ده جزر يا جماعه. فول وخيار وطماطم. يا رب يكون غدانا النهارده عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.